السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة 9 افكار لشم النسيم، وكل سنة وانتم طيبين. هيكون 6 منهم لتلوين وتزيين البيض، و3 ازاي نقدم البيض على السفرة بتاعتنا او لاطفالنا. هنبتدي اول حاجة بالبيض اللي احنا هنلونه. ده بيض اتسلق عادي وحطينا فيه او حطيناه في الوان طعام. انا جايبه الوان الطعام اللي هي الاكياس البودره دي، في منها جل. تمام. هما الحبه دول تمنهم 5 جنيه، في كل الالوان طبعا، بتجيبوا الالوان انتوا عايزينها. اما دي فاحنا ما لوناهاش، ده بيض احمر عادي زي ما هو، لكن ده احنا لوناه. بنحط ميه مغليه ونحط عليها حاجه بسيطه جدا من اللون، وبعد ما البيض ما بيتسلق بنسقطه فيها. مفيش دقيقتين بالظبط ويكون البيض اخد اللون اللي احنا عايزينه. هنيجي بقى للبيض ده عشان نزينه، احنا ده خلاص ده سهل وكلنا عارفينه. انا هنا استعملت في تغليف دي اللي هو التيب الملون ده، البكرة 8 جنيه من مكتبة، اي مكتبة هتلاقوه موجود فيها. هنعمل واحد زيه تاني ونشوف هنزينهم ازاي. اول حاجة احنا هناخد مثلا اللون ده، هنحطه هنا وننزل بيه على البيضة بالشكل ده، لحد ما هنوصله للناحية التانية هنا ونقطع. هيبقى معانا بالشكل ده. هنعمل واحدة هنا كمان، هناخد لون تاني مختلف او نخليه بنفس اللون زي ما عملنا دي، وهبتدي ان انا احطه كده. ومن الناحية دي كمان، لا اما هنسيبها بالشكل ده او اننا نعمل كمان هنا عشان نداري الجزء اللي باين من البيضة دي، بس انا هسيبها زي ما هي كده. هنا انا غطيتها كلها حتى الاماكن الباينة، عملت بنفس الطريقة ودارتها. عندنا بقى هنا شوية حاجات، اي حاجات قديمة عندنا، يعني عندي ده كان شريط ملزوق على حاجة وفكيته وخدته، دانتيل الشرايط دي، فهبتدي ان انا ازين بيهم. هعمل فيونكة بالشريط ده، وهلزقها هنا. هنستعمل عادي مسدس الشمع، وهنقص الزوايد. ممكن نحط اي حاجة عندنا، خرزة اي حاجة. انا هحط دي، هتبقى معانا البيضة بالشكل ده. هنجيب البيضة دي وهزينها بالشريط اللي معايا ده. انا مش عارفة اسمه اني زي ما قلت لكم انه قديم عندي بقاله سنين طويلة، يعني حتى لو بصين هتلاقوا دي مفيش خالص ضايعة. فهنبتدي ان احنا نلزقه حواليها برضو. هنعمل فيونكة بالدانتيل ده، هنحطها هنا. وممكن نحط لها نجمة من اللي هي الفوم. دي ببقى مقصاها بالخرامة بتاعة الفوم. هيكون ده الشكل بتاعها. فينا كمان ان احنا نزين البيض بورق الكريشة. ده ورق الكريشة بيبقى ملون بيلمع كده، فهنجيبه وهنجيب البيضة اللي معانا وهنحطها جواه بالشكل ده، وهنقفل عليها كده. نحط نقطة سيليكون بسيطة جدا، وهنجيب بقى شريط اورجانزا
او شريط ستان، اي حاجة متاحة عندنا. هنبتدي الاول ان احنا ناخد المقاس مظبوط. احنا ممكن نسيبه كمان زي ما هو كده بس، تمام. لكن انا هحط لها شريط من هنا، وهيكون ده شكلها شكل بونبوناية كده. نفتح لها بس من هنا شوية ومن هنا كمان. بقت البيضة معانا بالشكل ده. ممكن نحط هنا خرز وهنا، او ان احنا نسيبها زي ما هي كده. هنا انا عملت كمان واحدة باللون الاخضر بس ما حطيتلهاش حاجة من هنا، يا دوبك برمتها بس. هجيب بقى ده ورق فوم، هجيبه ده هو فيه لزق منه فيه، لو ما فيهوش لزق هنستعمل عادي واحد عادي ونحط له سيليكون. هبتدي ان انا احطه كده والفه حوالين البيضة. وممكن نحط له نقطة سيليكون برضو لانه ما بيلزقش بشكل قوي قوي. ممكن ان احنا نسيبها كده، او اننا نجيب شريط من ده سترس برضو ونحطه في النص هنا دايم ما يدور. فانا هستعمل ده، وده بقى بالذات لازم نحط له سيليكون لانه بيفك. وده كده بقى شكل كمان للتزيين. كده احنا عملنا 4 اشكال جداد، والاشكال التقليدية اللي هو ال5 يعني اشكال تقليدية. هنا كان عندي بقى ده كان جاي فيه هدية زي ما انتم شايفين بربطته من فوق وهو مفتوح من هنا. ده تل ممكن كمان ان احنا نستعمله، ان احنا نحط فيه البيضة بالشكل ده، وبالشريط ستان نفس الشريط اللي كانت الهدية اصلا متغلفة بيه. اما بنحب نصغر فيونكة بنشد من الناحية دي فدي بتصغر ونعملها كده تاني. عايزين ننزل دي او نصغرها هنشد من هنا ونربط تاني، وهكذا لحد ما ناخد الحجم اللي احنا عايزينه للفيونكة. وبعد كده هنقص الزوايد. وهنشيل الجزء ده، مش هنشيله كله يعني كده، ونسيب فيها دي. حبينا نسيبها بالشكل ده مفيش مشكلة، حبينا ان احنا نحط لها اي حاجة نزين بيها نزين عادي. انا هنا زي ما انتوا شايفين بحتفظ بكل حاجة، فاحنا ممكن نوزع عليها شوية نجوم من دي. هنغطيها كلها بالنجوم بالشكل ده، وممكن ان احنا نحط كمان استرس من ده لو احنا عايزين. فاحنا نجرب كده نحطه. وده كده بقى شكلها عملناها من جميع الجناب. ممكن ان احنا نحط حاجة هنا او نسيبها زي ما هي كده. احنا خلاص خلصنا تزيين البيض، وهنخش بعد كده في الافكار اللي نقدم بيها البيض ازاي. وهنبتدي مع اول فكرة. هنحتاج دي كانت علبة مصاصة، ممكن تجيبوها من اي سوبر ماركت جنبكم، تقولوا يعني انها بعد ما تفضى تاخدوها. وقسمناها هنا مربع اهوت بالخط ده زي ما انتم شايفين دايما يدور. وجينا من جنب وطلعنا مسافة 4 سنتي او 3 سنتي زي ما انتوا حابين، وزيهم الناحية التانية. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفرغ الشكل ده بجانب ان احنا هنطلع كده، يعني مش هنفكه من هنا. ده نمسح الخط ده والخط ده
احنا هنمشي كده وكده، وبعد كده هنا وهنا. هيكون ده كده شكلها معانا بعد ما قصيناها. هنجيب الجزء ده وهنقص منه قطعة بنفس العرض بتاع الايدين دي. فممكن ان احنا نستعمل الدباسة في اننا نجمعهم مع بعض، او مسدس شمع، بس هيسيح مننا طبعا لانه بلاستيك. وهيكون ده الشكل معانا. احنا عشان نغلفها هنستعمل حاجة من اتنين، اما ورق الكريشة اللي هو ده، تمام، او نستعمل قماش الجوخ. لو مش موجود عندكم جوخ استعملوا كريشة عادي، بس انا لانه موجود عندي فهستعمله. هاخد في الاول شريطة بعرض الايد بتاعتنا دي، هيكون مقاسها من هنا اعرض، لكن نشوف الطول بجانب انه ياخد من الجزء ده. هيكون ده شكلها كده معانا. هنتنيها نصين كده وكده كمان. طبعا ده في حالة لو المقص اللي عندكم يكون حامي. هنبتدي ان احنا نعمل زي فروع الشجر، يعني هنعملها سبعات، نقصها كده المنظر ده. هيكون ده كده شكلها معانا. هنبتدي ان احنا نحط سيليكون او نستعمل اللزق اللي هو الدبل فيس، هو سعره 5 جنيه. وهنجيب قطعة تكون حجمها اكبر من دي شوية، تمام. وهنبتدي ان احنا نعمل فيها من فوق نفس اللي احنا عملناه من هنا ده. هنحط سيليكون هنا الاول، وهنا هنتجنب بقى ان العلبة ما تسحش. والجزء اللي باقي هنضمه على ده. نبتدي نلزق الجزء ده في القاعدة. هنجيب قطعة كده ونحطها ان احنا نداري بيها القاعدة. بقى ده الشكل معانا مؤقتا. هنجيب رسمة البيض دي، بما ان احنا ما عدناش بنلون البيض بالالوان زي واحنا اطفال، لانها مضرة طبعا. فالاطفال نفسهم ان هم يعيشوا نفس الجو اللي احنا عشناه، ان هم يلونوا البيض ويرسموا عليه وكده. فالتصميم ده انا طبعته من على الانترنت، وهسيب لكم التصميم ده بنفس المقاس على صفحة الفيسبوك عندي، واللي هتلاقوها اسمها ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، وكمان هتلاقوها موجودة في اول تعليق مثبت في القناة. هنا انا خليت بنتي لونت جزء وانا جزء يعني، فهنبتدي ان احنا نفرغها. وهيكون ده شكلها كده بعد ما لزقنا عليها البيض. هنجيب بعد كده ده اللي هو فايبر،
ممكن نستغنى عنه ان احنا نحط ورق جورنان. ومعايا هنا ده ورق كريشة قصيته، تنيتهم على بعض وقصيتهم عشان يدينا الشرايط دي. هنحطهم هنا. هيكون ده كده شكلها. هنبتدي ان احنا نحط فيها البيض بتاعنا، وهيكون ده الشكل بتاعها ان احنا نحطها على السفرة بتاعتنا يوم شم الفسيخ. انا مبقولش عليه شم النسيم، بقول عليه شم الفسيخ عشان احنا بنحب الفسيخ قوي يعني. هنحطها بالشكل ده، هتكون معانا على السفرة وهتفرح اولادنا جدا. يلا بينا بقى عشان نشوف الفكرة التانية هنعمل فيها ايه. هنحتاج لعلبة من بتوع التونة، هنغسلها وننشفها كويس. وممكن ان احنا نستعمل معاها ورق الفوم او قماش الجوخ. انا ما كانش عندي ورق فوم بالالوان دي فاستعملت قماش الجوخ، المتوفر عندكم استعملوه. اول حاجة احنا عملنا الودان دي، واللي هوريكم هي هتترسم ازاي وتتقص سواء على الفوم او على القماش. كل اللي احنا هنحتاجه ان احنا هنعمل خطين كده، وهنبتدي نعمل لهم زي دوران من فوق، وهنقص بيها باللون الابيض الاول او اللون الرصاصي. بعد كده عشان نعمل الجزء اللي هيكون جوه ده هنعمله كده، وهنقصه بلون مخالف برضو. انا هنا عشان استعملت قماش جوخ فانا عملتهم طبقتين على بعض. بعد كده هنحتاج ان احنا نعمل الرجل دي. انا برضو زي ما قلت لكم لانه قماش جوخ فانا عاملاهم طبقتين على بعض وهلزقهم بالسيليكون في بعض كده. فعشان نعمل رجلين هنعمل خط كده الاول، انا متقصف، هنعمل خط عادي جدا وهنعمل له زي دوران بالشكل ده. طبعا المقاسات انتوا بتتحكموا فيها. بعد كده هنبتدي ان احنا نجمع الاشكال في بعض. احنا هنجمع الرجلين. لو انتوا استعملتوا قماش جوخ زيي فهتحتاجوا طبقتين عشان يكون متماسك شوية، اما لو استعملتوا فوم فهي طبقة واحدة بس كفاية. وهنجمع الودان معانا. هيكون ده كده الشكل بتاع الودن. هنعمل منها 2. هنحتاج بعد كده شرايط باللون الاسود سواء كان فوم او كان قماش جوخ. هنحتاج ل3 شرايط، وهنحتاج لدوريتين باللون الاسود وزيهم دوريتين صغيرين باللون الابيض، دول هيكونوا العينين. اول حاجة هنبتدي ان احنا نغلف الشكل بتاعنا ده الاول. زي ما قلت لكم استعملت انا قماش جوخ عشان ما عنديش فوم، بس هو بالفوم بيكون احسن. هحط هنا سيليكون الاول، وفي الاخر هنجمعهم مع بعض هنا. هنحط نقطة على دي ونقفلهم على بعض بالشكل ده. بعد كده احنا هنحط سيليكون جوه العلبة بتاعت التونة بطريقة عشوائية بس جوه كده عشان نثبت فيها القماش اما هنتنيه، وهنعمله بالمنظر ده كده. بقت معانا بالشكل ده. هنجيب الودان وهنلزقها. هنبتدي هنلزق العيون. هنجيب الشنبات هنتني كل واحدة من دي على بعضها بالشكل ده، وهنحط سيليكون ما بينهم. وهنلزقها هنا.
وهنصغر الشنبات دي شوية. هنلزق الرجول الأول، هنعمل المناخير اللي بتكون هنا دي، هي بتكون على شكل مثلث. هنعتبر ان المثلث معانا اهو، هنعمل لها دوران بسيط كده، ومن هنا دوران بسيط. طبعا دي حجمها هيكون كبير جدا على ده، الحجم هنا هيكون كبير قوي، فاحنا هنصغره. هيكون ده كده شكل الأرنوب معانا. هنجيب فايبر ونحطه برضو هنا، وهنحط ورق الكريشة اللي احنا قصيناه قبل كده، ونحط البيضة اللي احنا عايزين نحطها، سواء كانت بيضة او بالطين اللي يعجبنا هنحطه، وهنقدمها بالشكل ده لأطفالنا. بس انا ارجح انها تكون بيضة واحدة. ويلا بينا نشوف الفكرة اللي بعد كده احنا عملنا فيها ايه. هنحتاج في الفكرة دي نفس خامات الفكرة اللي فاتت، بس هنا انا استعملت فيها فوم، وبرضو بجانب الجوخ عشان الالوان اللي مش موجودة عندي بحاول اعوضها في اي حاجة تانية. هنا معانا شريط من الفوم هنغلف بيه الشكل بتاعنا ده الاول. وهيكون ده كده شكلها. بعد كده هنحتاج لشرايط من الفوم باللون الاصفر برضو. هنبتدي ان احنا نتني الشرايط دي هنا الاول كده، هنتني ده على بعضه. بعد كده هنتني واحد تاني بس بمسافة اصغر، وهنلزق ده هنا. بعد كده هنتني واحد كمان هنا بس بمسافة اصغر منهم، وهنلزقه عليهم. وهنعمل من دي كمان واحدة، وهنلزق كل جناح على جنب. بعد كده عشان نعمل الرجول دي فاحنا هنرسمها بالطريقة اللي هوريها لكم دي. طبعا على الجوخ انا عاملاها طبقتين، لكن انتوا لو هتعملوها بالفوم هتبقى طبقة واحدة وبس. عشان نعمل الرجل دي بنعمل الاول دوران كده، يعني شكل مطول واخد دوران شبه البلحة شوية، وبعد كده بنيجي من الجنب ونعمل زيه واحد هنا، وزيه الناحية التانية واحد هنا، وبنفرغ الشكل ده، وبعد كده نحطه على قماش الجوخ او الفوم ونقصه هيدينا الشكل ده. هنلزق الرجول هنا،
معانا هنا العينين عملناها برضو من دواير باللون الابيض وواحدة باللون الاسود في النص، او اننا نستعمل العيون الجاهزة، وطبعا زي ما قلت لكم بالفوم او الجوخ براحتكم. هنحط العيون، وعلشان نعمل منقار هنجيب قطعة باللون البرتقاني، هتبقى مستطيلة بالشكل ده، هنتنيها مربع، بعد كده هنعمل فيها زي مثلث، هنصغره بس شوية عشان هو كده عريض جدا. هيكون ده شكله معانا. هنحطه هنا، هنتنيه زي ما هو، وهنحط عليه السيليكون ونلزقه هنا. هنعمل عرف للكتكوت بتاعنا. هناخد قطع بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نعمل فيها زي زجزاج، بالشكل ده كده، وهنحطها هنا وهنثبتها بمسدس الشمع. وهيكون ده الشكل بتاع الكتكوت معانا. هنحط فيه الفايبر برضو، ونحط ورق كريشة، وهنحط البيضة. هيكون ده الشكل بتاع العلبة ان احنا هنقدمها لاولادنا، هتدي شكل جميل قوي. وده كده بقى الشكل النهائي للمجموعة اللي احنا عملناها. دي كانت اول فكرة، وده بقى شكلها جميل قوي في الحقيقة. وده الارنوب، وده الكتكوت اللي عملناه، ودي الزينة بتاعة البيض. وان شاء الله هحاول ان يكون في جزء تاني للافكار دي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.